النهارده اجازه في اسواق المال، براجع معاك الاجازات. 25/12 اجازه، يوم 31/12 اللي هو الاربع الجاي مش اجازه، اللي هو وقفه راس السنه. يوم 1 يناير اجازه في كل اسواق المال. السوق بكره البوكسنج داي شغال عادي. اراجع معاك اسعار الدهب في اخر 3 ايام اللي اشتغلهم السوق. فتحنا الاسبوع عند 4338، اعلى نقطه جبناها 4526، اقل نقطه جبناها نقطه الافتتاح 4338 اللي ما شافهاش تاني. بكره مفيش اي بيانات اقتصاديه امريكيه هامه. من حيث التحليل الفني قفلنا عند 4479، يعني تراجع حوالي $46 من القمه اللي جابها امبارح. هشوف بكره سلوك السوق الصيني. طبعا احنا في جلسه شنغهاي في ال3 ايام اخذنا اتجاه صعودي على خلفيه ال3 عوامل اللي اتكلمت فيهم قبل كده: الفايده في اليابان، خفض الفايده في امريكا، التوترات الجيوسياسيه بين امريكا وفنزويلا. على مدار اليوم هحدث اي جديد فيما يخص ملف التوترات الجيوسياسيه.